أهلاً بيكم. أنا سوزان. كان عندي 51 سنة لما حصل لي الموضوع ده. يوم 6 سبتمبر 2006 كان يوم عادي جداً، مجرد يوم شغل تاني في المستشفى، ومجرد ليلة تانية لوحدي في بيتي في بورتلاند، أوريغون. كنت شغالة شيفت طويل ومرهق في الطوارئ، وكان الموضوع مش غريب، مرضى كتير داخلين، من إصابات بسيطة لحالات خطيرة. بعد سنين من التمريض كل الحالات دي عدت عليا. لما رجعت البيت أخيراً ما كنش عندي طاقة حتى أفكر. قفلت الباب ورايا وقفلته بالمفتاح وأخدت نفسي. صوت التلاجة كان واطي في المطبخ، والقطعة بتاعتي التابي وقفت جنب رجلي. كل حاجة كانت طبيعية. رميت شنطتي على الأرض ورحت أغير هدومي في الأوضة. وأنا ماشية في الطرقة كنت حاسة إن الجو أبرد من العادي شوية. بورتلاند بالليل عادة كان كده، فما كنتش مهتمة. دخلت كل أوضة وولعت النور. كان في دفء مريح كده طبيعي لمكان زي ده. وبعدين وقفت، كنت متأكدة إني كنت مولعة نور الطرقة الصبح. وقفت وحطيت إيدي على كوبس الكهرباء. في اللحظة دي بطني بدأت تتقبض شوية بشعور غريب. حاولت أقول لنفسي أنتي بتتخيلي حاجات يا سوزان، بس الشعور ما كانش بيختفي خالص. فتحت باب أوضة النوم ومديت إيدي عشان أولع النور. قبل ما أعمل كده شفت حاجة بتتحرك. ضل. مخي ملحقش يستوعب اللي بيحصل قبل ما يطلع من الركن المظلم في الأوضة. راجل ما كنتش أعرفه، شكله كبير، حجمه ضخم، وشه جامد وبدون تعبيرات. كان ماسك حاجة. قعدت شوية وبعد كده استوعبت إن ده شاكوش. عقلي اتجمد بس جسمي اتحرك. رجعت ورا، قلبي بيدق بسرعة. ما تخليهاش أصعب من كده، قال بصوت بارد وآلي. عينيه كانت مركزة عليا وكأنه خلاص قرر إني ميتة. وكان رد فعلي التلقائي الصريخ، وهو هجم. الشاكوش اتحرك بسرعة ناحيتي وأنا اتجنبتها في اللحظة المناسبة. الهواء عاد من جنبي والشاكوش بيخبط في الحيطة. الجبس طار في كل حتة. رجعت ورا. الأدرينالين انتشر في كل جسمي. قلت لنفسي ده حقيقي يا سوزان، قومي عشان تعيشي. هجم عليا تاني، المرة دي أسرع. مسكت أول حاجة شفتها، أبق ورا، ورميتها عليه. اتكسرت على كتفه بس ما حسش بحاجة تقريباً. وشه اتغير مع الإحباط وفهمت إنه مش جاي بس يخوفني، هو حرفياً جاي يقتلني. جريت على الصالة، على الأرض الخشب. هو كان وراي على طول، رجله تقيلة وما بترحمش. كنت حاسة بحرارة غضبه، وجوده كان مالي المكان. اتحرك بالشاكوش تاني وأنا تجنبت الضربة. مسكت كرسي ورميته عليه. ما وقفوش برضه. أنت عايز مني إيه؟ أنا صرخت فيه. صوتي كان بيرعش بس أنا كنت عارفة الإجابة. هو مش عايز فلوس ولا حاجات قيمة، هو عايز يقتلني. اتخانقنا وزقني زي الطور الهايج، وقعني على الأرض. إيدي لفت حوالين رقبتي. كنت بحاول بكل قوتي أقاوم، بخربش وأضرب وأبعده عني. خبرتي في التمريض خلتني قوية، وحطيت كل طاقتي في النجاة. وفي وسط الدوشة لقيت إيدي على الشاكوش. خطفته منه. دفعة الأدرينالين اللي حصلت لي ادتني قوة ما كنتش أعرف إنها عندي، وضربته بيه. وشه كان مليان عصبية وفيه ذهول. الضربة الأولى صدمته، وقع على ركبته. وفي الضربة التانية ما وقفش حتى مع الدم اللي بينزل من وشه. رجع يهاجمني تاني. صرخت، مزيج من الغضب والخوف، حاجة قوية طلعت مني. وضربته تاني، والمرة دي وقع. جسمه خبط في الأرض بصوت قوي. البيت سكت ما عدا صوت نفسي اللي كان تقيل وسريع. رجعت ورا، جسمي بيترعش ودم بينزل مني. بالعافية واقفة على رجلي. مسكت التليفون وكلمت النجدة، وبسرعة بقولهم اللي حصل. صوت اللي رد كان هادي بس علشان يطمني ويهديني. المساعدة كانت جاية، وبعدها عرفت الحقيقة كلها. الراجل ده كان قاتل مأجور، واللي استأجره هو طليقي مايكل. ما قدرتش أستوعب في البداية. الراجل اللي كنت بحبه، اللي بنيت حياتي معاه، حاول يقتلني. بس في الآخر خطته فشلت. أنا قاومت، أنا نجيت، والقاتل المأجور مطلعش عايش من بيتي. في 2006 سوزان، ممرضة طوارئ من بورتلاند، أوريغون، قومت وقتلت قاتل استأجروا طليقها عشان يقتلها. القاتل إدوارد اقتحم بيتها وهو معاه شاكوش، وعلى الرغم من إنها اتفاجئت
سوزان استخدمت تدريبها على الدفاع عن النفس وتصميمها الشديد عشان تغلبه. في المعركة قدرت تخنقه لحد ما مات. التحقيق كشف إن جوزها مايكل كان مخطط الموضوع كله، واتحكم عليه بعد كده واتسجن. شجاعة سوزان وتصرفها السريع حولوا هجوم قاتل لقصة عن النجاة والصمود.